هو ليه الطفل ما طلعش قال لغتي صعبه واحنا بنقول ان الالماني صعب مثلا؟ لا جاوبنا على السؤال ده بقى. انا كان في عندي حته عايز اكمل فيها بس انا عايزين اجابه السؤال ده. فتعلمت حاجه حلوه قوي. ازاي وانا مش فاهم حاجه ابان ان انا خبير؟ ليه اصلا اتعلم الماني بالالماني لو انا مش باخد كورس؟ انا لغايه دلوقتي معيش اي شهاده بالالماني غير شهاده الجامعه. هل انا اصلا محتاج امتحان وشهاده عشان اشتغل؟ وثالث حاجه ان الكبير يقدر يتعلم احسن من الصغير. احنا كنا بنتشتم دي يعني. كان ممكن لو بقنا حد غير دينه كان اسهل من ان اقنعه ان الكبير بيتعلم احسن من ان الكبير الصغير؟ يتعلم احسن من الصغير، مع ان العربي اصعب منه على فكره. العربي اصعب من الالماني؟ اه، بكتير لو هنتعلمه. طب المحادثه بتاعت شات جي بي تي، انا دلوقتي اقدر ان انا اكلم شات جي بي تي واقول له كلمني بالالماني وكده، المحادثه بتاعته؟ بيقول لك طير، ولو مش عارف تطير اجري، مش عارف تجري امشي، مش عارف تمشي ازحف، اهم حاجه ما توقفش. طيب انا مشيت بقى بالخطه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي، نص ساعه، احتاج مني وقت قد ايه عشان اكون بعرف اتكلم مثلا في كول سنتر، اعرف اتكلم مع الناس واعرف ارد عليهم؟ تتعلم تلاقي نفسك كمان سنه بقى مرتبك اضعاف، تاخد 5، بتاخد 10، تاخد 15، هتلاقي مرتبات بتوصل ل 30 و40. تابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب وكل منصات البودكاست. كاريري كاست، دليلك العملي لكل مجال.